يلا بينا نعمل الكشري المصري الأصيل، على طريقة مطبخ سوما بقى يا جماعة. شايفين حلو قوي وريحته جميلة في كل الشقة. يلا بينا نعرف الطريقة والمقادير. عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حلقة جديدة من حلقات مطبخ سوما. النهاردة هنعمل زي ما انتوا شايفين المكونات. الكشري المصري بتاعنا سهل جدا ان شاء الله. يلا نقول المقادير والطريقة. ده طماطم برضو حوالي نص كيلو. الليمون ده عشان طبعا الدقة. توم مفروم. بصلتين جوانح كده زي ما انتوا شايفين متقطعين جوانح، ورشيت عليهم دقيق ونشا، حبة دقيق ونشا عشان يطلع مقرمش. وده ربع كيلو عدس بجبة. وده طبعا مكرونة سباكيتي ومكرونة اللي هي الخواتم برضو، يعني انا بحب احط الاتنين على بعض. هي في المفروض كنت اجيب مكرونة كشري بس الصغنونة دي، بس ما لقيتش، بس دي صغننة برضو بس كبيرة سنة يعني، فهتمشي معانا برضو ان شاء الله. يلا بقى نبدأ. اول حاجة نحمر البصل، عشان اللي هنحمر فيه الزيت اللي هنحمر فيه البصل هنستخدمه في كل اللي جاي. بيدي طعم حلو وهتشوفوا انتوا بنفسكم دلوقتي. يلا بينا نبدأ. اول خطوة هنروح نحط الزيت على النار ونحمر فيه البصل ويلا معايا واحدة واحدة. حطينا بقى حبة عدس كده محترمين حلوين في حلة، وبقى هبتدي بقى طبعا بعد ما يسخن اهو ابتدى يسخن، هنزل بقى بايه، بالجوانح البصل كده الحلوة دي. بسم الله. اتحمروا بقى وياخدوا ايه، لون ذهبي معايا، ونطلعهم ونكمل ايه بقية الخطوات. نحاول نفرنطهم كده عشان بيبقوا ايه لازقين مع بعض، عشان ما ايه يبقى كله ايه مقرمش. والبصل بيتحمر معانا كده. بصوا حطيت بقى حلة على النار عشان نسلق المكرونة. يلا كله واحنا واقفين كده عشان ايه ما ياخدش وقت معانا ان شاء الله. هو رخمته في ان هو بس ايه كذا حلة، بس عادي اللي يخلص ايه بنغسله على طول. حطيت فيها حبة ملح طبعا، المية تغلي، وبعد كده ننزل ايه بالمكرونة بتاعتنا. وفي نفس الوقت الايه البصل بيتحمر برضو. ممكن عقبال ما البصل ياخد اللون الذهبي بتاعه اروح ايه اضرب الطماطم في الخلاط وبعد كده ايه نيجي نكمل بقى ايه بقية الخطوات بتاعتنا. انا شايفة ان الدرجة دي حلوة قوي كده للبصل، عشان البصل من الحاجات اللي لما بتطلع بتغمق تاني كمان، فانا هطلع الدرجة دي حلوة قوي. بصوا اللون حلو قوي، وده اللون اللي احنا عايزينه كده. ده اول حاجة عملناها البصل اهو المقرمش. بصوا يا جماعة، طبعا يعني يا ريت تكونوا سامعين القرمشة. بس كده نركنه بقى على جنب. الزيت اهو بقى اللي احنا حمرنا فيه، انا هاخده كده اهو وهنزله كله في طبق واحد، عشان ده انا هعمل منه الصلصة وهعمل منه الرز. شايفين يا جماعة؟ وهسيبه كده على جنب. الحلة دي بقى اللي انا حمرت فيها هنزل بقى بيها بمية عشان نسلق فيها العدس. تمام كده. في هذه الاثناء بقى لغايه لما نسخن بقى ايه حبه ميه كده عشان نحطهم عشان العدس يستوي معانا على طول. انا ايه قطعت بصلايه
بصلايه صغيره، شايفين زي ما انتم شايفين كده مكعبات بقى. وهنزل بقى ايه عليها بحبه زيت من اللي احنا ايه كنا محمرين بيه كده، ونولع النار عشان نعمل الصلصه. نحمر البصلايه دي عشان ننزل معاها بالايه بالثوم. هسيبها كده تتحمر لغايه لما ايه نحط بقى ايه ميه، ونحط الايه العدس. بعد ما نكون غسلنا طبعا العدس كويس، ننزل بقى بايه بالميه. ننزل الميه كده في الحله الاول. ننزل بقى بالعدس يا جماعه، مغسول كويس كويس جدا طبعا. وندي تقليبه كده ونقفل ونغطيه ونسيبه بقى ايه يستوي معانا براحته. البصلايه كده بقت اهي اتحمرت معانا وبقت ذهبي حلو قوي، حلو اللون ده. انزل بقى بايه فصين توم مثلا كده مفرومين، ونقلبهم مع بعض لغايه لما ايه ابدا اشم كده ريحه الثوم يا جماعه. وننزل بقى ايه بالطماطم بتاعتنا، عصير الطماطم والتوابل بتاعتنا. هننزل بقى بالطماطم على طول كده يا جماعه، وبعد كده التوابل بتاعتها. التوابل ملح، كمون، فلفل، ومعلقه سكر. السكر ده عشان يعادل الحموضه بس. وطبعا ايه حبه بقى ايه خلي في الاخر عشان ايه يدوا طعم صلصه الكشري. بس كده يا جماعه، هنسيبهم بقى يغلوا بقى غلوتهم. وبقى كده صلصه الكشري خلصت معايا. العدس اهو لسه بيستوي معايا اهو بيغلي. ميه المكرونه غليت، هنزل بيها برضو كده. نيجي بقى عشان نعمل الرز بتاع الكشري. بصوا احنا نزلنا بالزيت برضو اللي احنا كنا محمرين فيه البصل ده يا جماعة. كل ده بيدي طعم تحفة للكشري بتاعنا. نزلت بحبة الشعرية كده، حمرهم. حلو كده قوي اللون ده. ننزل بقى ايه بالرز. بسم الله. نحط بقى الملح بتاعنا. حطينا الملح، ننزل بقى بالميه كده.
يخلص بقى الرز يا جماعه. اول ما نيجي نوطي عليه كده هنحط بقى نص كميه العدس. بصوا ده بقى، دي تركايه برضو يعني. احنا الرز، بصوا احنا الرز لسه عايز شويه ميه. دي بقى تركايه اخيره عشان برضو بيبقى بتخلي الرز بتاع الكشري طعمه حلو قوي. دي الميه اللي نزلت من العدس، بحط حبه منها كده، او ممكن تسقي بيها كلها، بتديكي لون كده حلو زي بتاع المحلات بره يعني. بس كده نغطي بقى ونسيبه يغلي بقى معانا. هنيجي بقى دلوقتي نعمل الدقة بتاعة الايه، الكشري، اللي هي بتبقى مكونة بقى من توم. ننزل بقى بالثوم بتاعنا كده. الدقة دي برضو يا جماعة بصوا بتبقى حلوة قوي مع الكشري والصلصة كده، والليمون، عصير ليمون كده. بس بقى عصرت الليمونة هنحط بقى كمان مع الثوم والليمون طبعا حبة خل كده. نحط بقى الايه، حبة فلفل، شطة. انا مش هكتر شطة عشان ايه الاولاد، وكمون طبعا. بس بقى بكمل بقى ايه مية. هي كده بقت جاهزة اهي. هكمل بقى مية كده عشان ما طبعا بتبقاش مززة قوي كده. بقت دقة الكشري جاهزة يا جماعة، حلوة قوي اهو. بس كده الرز اهو اتشرب كده. هننزل بقى بايه، بحبة من العدس اللي احنا سلقناهم كده. ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، وايه، نحط الشياطة واسيبه على نار هادية خالص عشان الرز يستوي على مهله. وبعد كده بقى في الاخر هنرص بقى طبق الكشري بتاعنا عشان تشوفوا الشكل النهائي للكشري بتاعنا النهارده. ده بقى اخر حاجه بقى في خطوات الكشري. انا بحب اعمل معاه بقى عيش محمص كده، اللي هو بجيب العيش الشامي ده وبقطعه كده اهو بالمقص كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بقطعه مربعات كده، وبعدين كده بقى ايه، بقوم محمراه في الزيت. وبعد ما يطلع نحطه بقى على ايه، ورق مناديل، ونحط بقى ايه ملح وفلفل وحبة توابل حلوة كده اهو. بس كده حبيت اوريكم اخر خطوة عشان يبقى كل حاجة عملناها معاكم. يا رب تكون الحلقة عجبتكم النهاردة واستفدتوا منها. وبكده يكون الشكل النهائي للكشري المصري الاصيل بتاعنا. شايفين يا جماعة كل عملناه بكل تكاته وكل حاجة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. واستناكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.